بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل صينية بطاطس بالكفتة، بس انما ايه، تحفة، بتوابل بسيطة وأفكار بسيطة برضو، إن شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا على المقادير. كيلو من اللحمة المفرومة فيها نسبة دهون، بطاطس متقطعة حلقات سميكة شوية، زيت، صلصة، بصلتين مفرومين بالمية بتاعتهم، بقدونس، فصين توم، فلفل حلقات بارد، وبصل برضو حلقات، وقرن فلفل حامي، كزبرة ناشفة، بابريكا، مكعب مرق، ملح، فلفل اسود، طماطم مضروبة ومتصفية. يلا بينا نحضر. هنحط اللحمة بتاعتنا في بولة، ننزل عليها بالبصل، البصل ده بميته بكله، حزمة بقدونس، ملح، فلفل اسود، حبة كزبرة ناشفة مش كتير بس. هسمغها بقى كويس قوي، هعجن فيها لحد ما بقت بالشكل دوت، تحس ان هي كلها بقت زي الخيوط كده ببعض. نحطها نص ساعة في التلاجة ونرجع لها تاني. هنا بعد ما عدى النص ساعة بدهن ايدي حبة زيت صغيرين وابتدي اصبعها، حابة تكوريها براحتك، بس صوابع كبيرة شوية كده بالشكل دوت. بصبع اهوت وبساوي من الجناب كده، ده بيبقى شكلها. ونخلص الكمية ونرجع تاني. اهي بيبقى شكلها بعد ما خلصت. كيلو اهو طلع لنا الكمية دي. معايا هنا طاسة على النار، هنزل فيها بحبة زيت مش كتير، واوزعه كويس. واول ما الطاسة تسخن هنزل بالكفتة. انا بقى في المرحلة دي مش هحمرها، انا يا دوبك هديها الصدمة وتلون تبقى دهبي فاتح وهطلعها. هوريكم دلوقتي اهو كده، اول ما تاخد الصدمة هقلبها كلها بالشكل دوت. اهيت لونها وطلعنا. طلعنا كده كل الكمية اللي معانا عشان هي ليها مرحلة تانية. اهي كده بالشكل دوت، ولا اتفكت ولا حاجة ابدا. هنزل بكل الخضار اللي معانا دوت، بصل والفلفل الحامي والبارد والثوم والبهارات برضو، واقلبهم بقى كلهم في بعض بايدي كده. بحاول بايدي ادبل البصلة، افككهم كلهم من بعض واقلبهم كويس بالشكل دوت. هنا في نفس الطاسة بالزيت بالايدام بالبهاريز بتاعها بكله، هنزل بقى بالبصل واقلب. شمي الريحة بقى وهتعمليها ان شاء الله وتقولي تسلم ايدك. نقلب كويس لحد ما تبتدي تدبل على النار، على فكرة النار عالية، مش عايزة البصل ينزل اي سوائل منه. انزل بالبطاطس واقلب كويس بالراحة كده.
هنا الطاسة اللي معايا ما كانتش هتاخد كل الكمية، نقلتها في حلة غويطة شوية وقلبت كويس. نزلت بمعلقتين الصلصة اللي معايا وقلبت برضو لمدة دقيقة كده على النار، وانزل بالطماطم برضو اللي معايا، حوالي كيلو الا ربع طماطم، ونقلبها ونسيبها تاخد غلوتين بالظبط على النار لحد ما بقت كده. ومعايا صينية بقى هنقل كل الخليط اللي معايا دوت، هصفيه بس من الطماطم اللي فيها الصلصة واسويها كده كويس. ننزل بالصلصة اللي متبقية في الحلة، سويها كده يد الصينية وسويها بإيدك بأي معلقة معاكي، ونبتدي نرص الكفتة بتاعتنا. طعمها جميل ولونها جميل، اعملوها والله ما هتندموا، طعم تحفة. هنا بقية الإدامة اهو اللي نازل معانا في الطبق، حطيه برضو في الصينية، بيطعم صينية الكفتة قوي قوي. وحبة صلصة كده، وحطيناهم فوق الوش على الكفتة عشان تحمر. معانا ورقة فويل، غطينا الصينية بتاعتنا وحطيناها في الفرن على درجة حرارة 200. بعد ما عدى ربع ساعة كده شلت ورقة الفويل من عليها وحطيتها على الشواية من فوق. بعديها برضو بربع ساعة طلعتها، وده شكلها النهائي. شوية جرنشة كده ده بقدونس، وبألف هنا وشفا على قلبكم. ايه رأيكم بقى؟ حطوا اللايك وما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتي برضو. هوريكم السوا بتاعها. البطاطس دايبة بس متماسكة برضو عشان احنا مقطعينها سميكة شوية، بس دايبة ازاي. كفتة مستوية وجميلة، بص لونها من جوه، طعم والريحة تحفة. جربوها هتعجبكم قوي. قدميها بقى مع طبق رز بالشعرية، تاكليها بالعيش بالطحينة، اللي يريحك كلي. وبألف هنا وشفا على قلبكم. وده الشكل النهائي للأكل بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبتكم الوصفة بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا اللايك عشان يوصل لكم مني كل جديد في أسرار الطبخ مع أم ربيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.